مساء الخير. عاملين ايه؟ جت في بالي خاطرة كده قلت اشاركها معاكم. وبما اني مبسوطة قوي النهاردة، ممتنة لربنا، حصلت حاجة حلوة قوي فرحتني، وهي ان حد من المنظمين في كاس العالم بعتلي صورتي من المدرجات. يعني سبحان الله، كنت عمالة اقول انا عايزة اروح قطر، كان نفسي يعني اتفرج على كاس العالم، بس يعني ما حالفنيش الحظ السنة دي، بس جاتلي الهداية الجميلة دي. فبما اني بقى فرحانة وكده قلت اشارك معاكم الخاطرة دي. خاطرة آية قرآنية جميلة قوي كلنا عارفينها، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. طيب انا جيت تفكرت في الآية دي وتدبرتها، بما اني واصلة لمرحلة وعي جديد، وهي ان احنا ما نقراش القرآن كده، او ان احنا بس نبغبغ القرآن ونبقى عايزين نقراه وخلاص. لا، القرآن ده معلش بس في دوشة كده. القرآن وعي ودستور وقوانين، قوانين نقدر نستخرجها ونستخدمها في حياتنا. طيب انا ليه بقول الآية دي، او ليه افتكرت الآية دي؟ ببساطة لاني لما جيت راجعت كل الاحداث السلبية اللي حصلت لي في حياتي، اكتشفت ان انا اي حدث سلبي حصل لي بطلع من وراه بخير، وخير كبير جدا. زي ايه؟ يعني مثلا كنت اتكلمت في فيديو اللي فات عن النية، وان انت تحط نية في اماكن او مع اشخاص، ولو النية الشخص اللي قدامك نيته معاكسة هتتقلب عليه. طيب انا في ناس كتير قوي واماكن انا اتعلمت منهم، وفي ناس كنت بسمعهم في مجال الوعي وكده يقولوا ايه: انت الشخص اللي ضرك او المكان اللي ضرك اتأمل كده كويس، هتلاقي حكمة او حاجة جميلة تاخدها من الشخص. فمش عيب ابدا ان انا اتعلم من الشخص او المكان او اي حاجة سلبية قابلتني. ده حتى مش عيب ان احنا نتعلم من الشيطان نفسه. ازاي؟ الشيطان بيسيب خطته ان هو يغوي بني ادم؟ لا. الشيطان بيكسل؟ لا. الشيطان عنده اصرار؟ اكيد. طيب مش عيب ان احنا نتعلم من اي حاجة حتى لو كانت سلبية. المهم ان احنا نتعلم الشيء المفيد اللي يفيدنا. اقول لكم موقف كده خطر في بالي. كنت بشتغل في شركة كبيرة، كانت شركة مالتي ناشونال، وكان عندنا مديرة شديدة جدا، يعني حاجة كده شبه الرئيس عمر حرب، يعني ربنا يسامحها يعني، بس والله انا اتعلمت منها كتير. تمام، بس الكاميرا عشان في ناس كده. اتعلمت منها كتير. اتعلمت منها ايه؟ عدم اليأس والاصرار، وان انت تبقى مآمن بنفسك، وتكرار المحاولات حتى لو المحاولات دي فشلت. اتعلمت منها شغلها الدايم على نفسها، رغم ان هي كانت شديدة وكانت بتعمل معانا تصرفات يعني فيها حدة، ولكن انا لما بفتكرها بفتكر الدروس اللي اتعلمته منها، وبفتكر كلامها عن اليأس وعن الإصرار، وعن انت قد ايه كل ما تنجح، كل ما هتنجح كل ما هيبقى بسبب ان انت عندك إصرار، مش لأي شيء تاني، مش لشطارتك ولا اي حاجة. طبعا توفيق ربنا رقم واحد، بس الإصرار. بس في برضو نقطة تانية انا حابة اشاركها معاكم، فكرة الطاقة اللي هتخليني يبقى عندي إصرار. ساعات بيجي علينا وقت بنبقى خلاص مش قادرين نسعى، مش قادرين نكمل، حتى لو حاجة احنا بنحبها او حاجة احنا بقالنا كتير بنسعى فيها. الحل ايه؟ الحل ان احنا نقف، نعمل ستوب كده، وناخد فترة راحة من كل شيء، اللي هي حتى لو طلبت ان احنا ننسى الحلم ده او ننسى الهدف ده لفترة مؤقتة، لغاية لما نستعيد ذاتنا، نستعيد نفسنا،
وبعدين نكمل، لان في البداية مفيش حاجة اهم من نفسك، مفيش حاجة اهم من صحتك النفسية. طاقتك اللي ربنا وضعها فيك كبني ادم، كخليفة ليه على الارض. انت يعني مش زيك زي القطة ولا العصفورة، ولو انه والله انا لما ببص على الحيوان كده بتعلم منه والله. انت كبني ادم المفروض تبقى فاهم بالظبط ربنا حاطط فيك ايه، ولو مش فاهم ده او مش بتحاول تفهم ده، يبقى معلش يعني الغلط من عندك. وكل الكلام الجميل ده موجود في القرآن، اللي للأسف احنا اختزلنا القرآن ان احنا نبغبغ وان احنا نختمه 100 مرة، ولا احناش محدش علمنا ان احنا نتدبر ونفهم القرآن ونفهم الجمال اللي في القرآن والوعي. وللأسف كل الغرب مطبق تعاليم الله اللي على الفطرة وبينجحوا بيها، واحنا ما بنعملش كده. وده حالنا كعرب او كأمة إسلامية بس. ودي كانت خطيرة كده من مكان جميل في وقت انا فيه الحمد لله كويسة يعني وفرحانة يعني حاجة هدية جات لي، يعني هي من عند ربنا، يعني ان ربنا بيقول لي انا فاكرك يعني، وفاكر ان انت كنت حابة تسافري وكده، ان شاء الله يعني يتحقق قريب. بس ومساءكم فل.